السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم قناة الكرة تحكم. النهاردة إن شاء الله هنستعرض كل الدوريات، وخصوصا هنا في المنطقة العربية الدوري المصري اللي أصبح أكثر إثارة على غير العادة. لعبة كراسي موسيقية، 4 أندية: سيراميكا، الزمالك، بيراميدز، أهلي. النهاردة الدنيا اتغيرت، سيراميكا نزل، الزمالك طلع، وبيراميدز. الدوري روشن السعودي وقمة الإثارة برضه، الهلال بينزل شوية، النصر بيطلع، الاتحاد موجود. النهارده برضه الهلال بيتعادل مع فريق التعاون، وأصبح في نوع من أنواع الانهيار بالنسبة لفريق الهلال السعودي. هنتكلم عن الدوريات العالمية: الليجا الأسبانية وسقوط الريال مع أساسونا، الهزيمة 1-2، وفوز برشلونة. وهنشوف الأيام القادمة برشلونة بيعتلي صدارة الليجا الأسبانية. وبالنسبة للدوري الإنجليزي، أرسنال ما زال متصدرا بينافسه السيتي. ليفربول بيفوز فوز هام على نوتنغهام فورست 1-0 في الثواني الأخيرة. ومانشستر يونايتد في صحوة من هذا الفريق العملاق. لكن تشيلسي علامة استفهام كبيرة جدا، الفريق بينزل بطريقة غريبة جدا. لكن نرجع للدوري المصري. بالأمس النادي الأهلي بيلعب مع سموحة، أكيد نفس الأداء و نفس اللوغاريتمات بالنسبة للمدرب تروب الدنماركي، اللي وضح إن هو لأ، ليس على قدر النادي الأهلي. مدرب سيء جدًا، ووضح إنه ما لهوش أي لمحات فنية أو علامة إنه مدرب كبير. النادي الأهلي أداؤه سيء جدًا، لعيبة بدنيًا حاجة غريبة، برضه مش على المستوى المطلوب. اقتناع بلعيبة أقل ولاعيبة كويسة في الاحتياطي. النادي الأهلي بيفوز بصعوبة في ماتشات، يعني النادي الأهلي باللعيبة اللي عنده، بالسكواد اللي عنده، النادي الأهلي يفوز 4-5، ده المفروض. فرق شاسع. الدوري المصري عندنا يعني فريقين على النقيض. نادي الزمالك المشاكل اللي عنده تخلّيه ينافس على الهبوط، يعني ده أقل حاجة. يعني كل الأندية عندها زد، سيراميكا، كل الفرق عندها استقرار إداري ومالي عالي جدًا. لكن نادي الزمالك عنده مشاكل كبيرة جدًا، جدًا. لكن نقدر نقول الجمهور والاسم الكبير هو اللي مخلّي نادي الزمالك، ده نادي الزمالك كمان يبقى يصعد صدارة الدوري المصري بعد هزيمة سيراميكا. كنت أعلم جيدًا إن فوزك على الأهلي أو الزمالك بعديها بيحصل انكسار، وده اللي حصل مع سيراميكا. بيتهزم بيراميدز وبيتعادل مع الإسماعيلي، اللي هو الفريق الأقل في النقاط بالنسبة للدوري المصري والأقرب للهبوط. النادي الأهلي أعتقد يعني يحتاج إلى تصحيح أوضاع بالنسبة للأداء، لإن جاية مباراة، مش كل مباراة الدنيا هتمشي معاك. أعتقد إن هييجي وقت و لأ، هتنزل وهتفقد، سواء على مستوى دوري الأبطال أو على الدوري العام. مروان عثمان بيجيب هدف، يعني متابعة للكرة بشكل جيد، لكن لسه الحكم عليه. لكن المهاجم الكارثة كاموش، المهاجم كارثة بكل المقاييس، سيء جدًا. النادي الأهلي ما زال يعني في توهان، أداء غير مقنع بالمرّة، بيفوز بصعوبة، مرّة مجاملات تحكيمية، مرّة حظ ما بتمشي معاه بصراحة يعني. لكن لازم، لازم، لازم يبقى في صحوة، وإلا النادي الأهلي يفقد كل حاجة. أداء غير مقنع تمامًا، تمامًا، في ماتشات عادية. بينما نادي الزمالك في صعود وفي روح للعيبة ما بتاخدش فلوس. والنادي الأهلي ما فيش روح للعيبة بتاخد مبالغ خيالية، حاجة غريبة. بيراميدز يعني بيفوز بشكل يعني عادي، ما عندوش جمهور،
برضه مستقر يعتبر في قمة الدوري المصري، يعني بينافس كل هالفرق، أنت بتتكلم عن فرق أهداف وفرق نقطة أو 2 وفي مواجهة قوية ما بين الزمالك وبيراميدز الماتش القادم النهارده. نادي الزمالك بيفوز 2-1 على فريق زد العنيد بهدف بزيرة اللي كان نجم في كرة في العارضة وكرة تانية طلعت منه. بيجيب هدف روعة من assist ناصر منسي متألق، ناصر منسي ما أحرزش أهداف لكن متألق، هو اللي عامل الassist وهو اللي بيرهق المدافعين وبيلعب بروح بقوة. محمد السيد لاعب ونُص ملعب يعني بصراحة اكتشاف، حاجة عظيمة جدًا، محمد إبراهيم باك يمين على أعلى مستوى. مشكلة الزمالك يعني شيكوبانزا كل ما بينزل هو سبب هدف التعادل وكارثة كبيرة جدًا. باتكلم برضه على أحمد شريف نايم خالص ما يعني المباراة التانية ما يعني موجود في مع الفريق ولكن ليس له وجود وليس له مساهمة مع الفريق إطلاقًا، اللعب كله كان من ناحية بيزيرا الناحية الشمال. في المقابل زد كان مركّز على ناحية محمود بن تانك في الشمال. استطاع نادي الزمالك عن طريق أحمد ربيع إنه يجيب الهدف، هدف طبعًا روعة، هدف لاعب بيلعب جناح مش لاعب وسط ملعب. كل اللعيبة كانوا ممتازين بما فيهم عبد الله السعيد رؤية وفكر، لكن السِن كان لابد من إنه يطلع من الملعب ولابد من تغييره. الدوري السعودي الهلال بينزل وبيتساقط، مباراة ورا مباراة بيبقى في تحس إن في هزة، في مشاكل، بينما النصر يعني طالع، اتحاد جدة ربما يكون بعض الشيء. إذا اتكلمنا عن الليجا الأسبانية سقوط الريال بالهزيمة، وبرشلونة ما زال متصدر وإن كانت الماتشات القادمة صعبة جدًا. الدوري الإنجليزي الأكثر متعة وإثارة، لأن فرق كتير كل فريق ليه هدف. ليفربول ماشي نزل لكن أهو بيستعيد توازن بفوز على نوتنغهام فورست يعني خارج الديار 1-0. تشيلسي نزل، يعني أرسنال ما زال صامد، يغيب ويتهزم لمباراة. السيتي هو اللي بينافسه بقوة وفي حالة فوز مستمر. إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل الفرق المصرية بعد الأداء العالي للدوري المصري اللي اشتعل بفوز وحماس وقوة نادي الزمالك مع معتمد جمال. نادي الزمالك مختلف تمامًا، لعب المباراة دي يعني بصراحة فوز مستحق، مباراة تقيلة وضيّع في كورتين في العارضة لنادي الزمالك وفي هدف كان offside سنتيمترات بالنسبة للاعب ناصر منسي. نتمنى إن شاء الله بإذن الله أداء أعلى لكل الفرق المصرية. شكرًا ليك.